طب والمرسى ابو العباس، انت حبيبة كل الناس، بحرك لولي ورملك ماس، عمار يا اسكندرية، صينية السمك دي طالعة من قلب اسكندرية، أحلى صينية سمك طالعة من اسكندرية، وعايزين نعرف هتوصل لفين. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نطبخ مع حنان. ورستم كبيرة هدقها هفرمها مع واحد فلفل سبايسي، عندك فلفل بارد كمان حطي، ما عندكيش خلاص خلوهم 2 سبايس. هاخد نص فلفل الوان كده بيديها طعم حلو وتسكيره حلوه قوي في خلطه السمن. تعالوا اما نتبل بقى كمون بابريكا وشطه، وهنحط ملح كمان، معايا طماطم كمان بقى وانا بحط كده التوابل عشان ما اطولش عليكم. هبشر طماطمتين 2 كبار من اللي محطون ده، وورق كرفس، هاخد ورق حزمه كرفس، مفيش كرفس خدي بقدونس، بفرم اهو. خلاص نزلوهم بقى كده في طبق علشان نحبش، نحط لهم بقى الليمون بعد ما فرمتهم. عايزه تفرم بقى في الكبه انت براحتك، افرموا دقيهم اللي انت عايزاه. هعصر كده الليمون، اعصره يلا الليمون بقى وخلصي كده، ايوه ايوه، وخليهم على جنب بقى على جنب. بشرت كده طماطمتين كبار او 3 طماطمات اللي موجود. هاخد معلقه توم اللي انا دقاها، قطعت البقدونس، نص الفلفلايه الالوان، 3 قرون فلفل كده سبايسي، بصلايه قطعتها جوانح، بطاطستين غسلتهم وقشرتهم وقطعتها على 2 وجوانح برضه، ده 4 بطاطسات اهو. عايزه تكتري كتري مفيش مشكله، بتشرب من السمك وبتبقى طعمها حلو، اكنك انت هتاكلي البطاطس مش عايزه تاكلي السمك، انت عايزه تشربي الصوص بتاعها بس كده وتاكلي الطعم بتاعها. قطعتها كده جوانح، انزل على الخلطه. الكرفس بيودي السمك في مكان تاني، اي سمك بيوديه في مكان تاني. عايزه بقى سمك بوري، عندك بولتي، اي نوع سمك ماشي. اخدت الخلطه اهو، نص الخلطه كده نزلتها، اللي انا كنت حاطه عليها التوم، التحبيشه اللي انا عاملاها، انا عامله كتير عشان هاخد منها. ادعكيها بقى كده ببعضها كده وربي. انا كل الطاجن ده ولا الصينيه دي هعملها بمعلقتين 2 زيت، نزلت معلقه وهقول لكم المعلقه التانيه هنزلها امتى. كل دي هتعمل معلقتين 2 زيت فقط لا غير، واحلى صينيه سمك هتتعمل طالعه من اسكندريه. سمك بولتي اهو، زي ما انتوا زي ما قلت لكم الحجم كده حلو. إيه حتى لو صغنن مفيش مشكله. ليمونه مفتحه غسلته قطعته ونضفته، انا مقصقصاه ومنضفاه في البيت وحلو، وعصرته وغسلته بالماء بالدقيق والملح والليمون. حبش بقى ده بس مسحه بسيطه كده خالص من التوابل اللي احنا عاملينها، عشان احنا هنحط فوقها وتحتها وتتشرب منها، بس لازم تتبليها برضه. قطعت السمكه كده علشان هي تعمل عدد وكمان تستوي وتبقى حلو، لان السمكه ما شاء الله كبير. قطعتها بعد ما تبلتها برضه، اخد لها مسحه كده بسيطه عشان تبقى طعمها حلو، الجلد كده يبقى طعمه حلو من بره. بصوا بحط لها برضه ايه تحبيشه، رصها من فوق البطاطس بقى عشان تشرب منها. الخلطه اللي احنا عاملينها اهو، تاني احط تاني معلقه تاني التوم، اعملي كتير بقى وخدي منها معلقه